ازيكم؟ لما اديك السافل يبقى عايز سيكو سيكو، بيعمل الفراخ صوت يقول لهم بيه ان الاكل اتحط. تيجي الفراخ يا ولدها تجري عشان تاكل، تكتشف البلوى التقيل وما تبقاش عارفه تروح فين من شهواته القذره، وتضطر بعد مقاومه انها تسلمه وراكها والبانيه بتاعها. كداب ابن الكدابه بيعمل ده كتير. وهي زي الهبل ما بتتعلمش او مش عايزه تتعلم. احنا كمان كده، مع اننا شطار جدا في الكذب وبنتعلمه من واحنا قد كده، الا اننا خايبين خيبة الفراخ في اكتشافه، ومخنا بيطنش كمية الكذب الرهيبة اللي حواليه. قلت يا وطني خالص. يا ريتها تيجي على الطناش بس، دي بتوصل لدرجة ان مخنا بيقنعنا بالكذبة لحد ما بقى كذبنا على نفسنا هو اكتر كذب منتشر. وده على فكرة كلام نيتشه مش كلامي، وده بنشوفه في كتير من العلاقات الاجتماعية والعاطفية اللي بنفضل فيها اننا ما نعرفش كل الحقيقة لحد ما وراكنا اتهرت. مشيها وراكنا. وبيني وبينك هي لو على قد الوراك مقدور عليها، انما احيانا المصايب اللي بتيجي من ورا الكذب بتبقى اكتر من كده بكتير. علشان كده موضوع فأس الكذب طول عمره شاغلنا. ما تيجي نتفزلك ونجيب قصة فأس الكذب من اولها. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الكذب الابيض، وقلنا انه غالبا ما فيهوش مشكلة ومفيش داعي اننا نعمل عبده نصاحة ونحاول نكتشف. الله اكبر عليك. المصيبة بتبقى في الكذب الاسود اللي ارتبط بالغش والخداع وضياع الحقوق، وده خلى الكذب غالبا بيبقى ضد المبادئ او الدين او المجتمع، وده بيحط لود كبير جدا على مخنا في انه يخبيه ويحاول يقول قصة محبوكة. اللود والضغط ده بيظهر في انفعالات ومشاعر وحركات للجسم، زي التوتر ونشفان الريق وزيادة ضربات القلب ورعشة الصوت وتعبيرات الوش وحركات الجسم اللي احنا بنسميها دلوقتي البادي لانجويج. الصينيين والمصريين القدماء واليونانيين كانوا شطار في الطب، خدوا بالهم من التغيرات الداخلية واستعملوها في كشف الكذب. طرق بدائية بس لذيذة. الصينيين استعملوا الرز عشان يعرفوا الكذاب، يخلوه يملى بقه رز ويخرجه بعد شوية، ولو الرز ده خرج ناشف يبقى الشخص ده كذاب. ده لأن التوتر بيخلي ريقه ينشف. المصريين القدماء عرفوا ان ضربات القلب سرعتها بتتغير وبتفضح الكذاب، ووصل بيهم الامر انهم كانوا بيحطوا على الجثث بتاعه الميتين مكان القلب الجعران كرشوه للقلب علشان ما يفتنش عليهم في الحياه الاخرى. اليونانيين كمان عرفوا ان ضربات القلب سرعتها بتتغير، وكانوا بيقيسوا سرعه ضربات القلب عشان يعرفوا الكذاب. العرب بقى كان عندهم فراسه وبيفهموها وهي طايره، وخدوا بالهم من التغيرات الخارجيه. اتعلموا يقروا تعبيرات الوش، الصوت، طريقة الكلام، حركة الجسم، عشان يعرفوا اللي احنا مخبيينه من عاداتنا وأخلاقنا. وطوروا علم الفراسة مع علوم تانية عشان يعرفوا الكذاب. الأوروبيين بقى كانوا في حتة تانية خالص. يلا يا ياسر سمع عمو. سيطرة الدين على حياتهم لقرون خلتهم مؤمنين ان ربنا مش هيسيب حد كويس تحصل له حاجة وحشة. طبعا ونعم بالله، بس تحسهم بيفكروا بمخ عيل في أولى ابتدائي، اللي هو شفت ربنا عمل فيك ايه؟ عشان كده كانوا بيستخدموا طرق كلها انبهارات. طريقة منهم مثلا انهم يجيبوا مية سخنة موحوحة ويحطوا ايد المتهم فيها، ولو اتلسعت يبقى كذاب. يا صلاة النبي، ما هتتلسع طبعا. او يمشوه على فحم مولع، ولو رجليه اتشوت يبقى برضه كذاب. والله ده اللي كان بيحصل، وبلاش اقولك على بقية الطرق عشان ما تتنقطش مني. اللي جننك بقى ان المحاكم كانت بتاخد بالطرق دي لحد القرن ال18. في القرن ال19 ابتدوا يطلعوا من الأمم، وأفكارهم ابتدت تتطور على أساس علمي، بداية من قياس حجم الجمجمة للمتهم وطريقة كتابته لحد ما وصلنا لجهاز كشف الكذب أو البوليجراف، اللي كان بيقيس التغير في ضغط الدم، معدل التنفس، معدل ضربات القلب، التوصيل الكهربي للجلد أثناء التحقيق. وده كان طفرة في أوائل العشرينات من القرن العشرين. طبعا كل الطرق دي كان فيها نسبة خطأ، لأننا ممكن نتوتر بشكل طبيعي أثناء أي تحقيق. علشان كده ابتدينا ندرس تعبيرات الوش ورعشة الصوت عشان نقلل نسبة الخطأ، لحد ما قدرنا مع بداية علم الأعصاب إننا نقرأ التغيرات اللي بتحصل في المخ أثناء التحقيق عن طريق البرين فينجر برينتنج، البي اي تي، الاي اي جي، الفانكشنال ام ار اي. الطرق دي من غير تعقيد خلتنا مش بس نفقس الكذب، ده خلتنا نقدر نفرق ما بين الكذب اللي هو متدرب عليه والكذب اللي بيكذبه وقتي اثناء التحقيق.
هنلاحظ هنا ان كل الطرق سواء البدائية او الحديثة هي مجرد مراية لضميرنا اللي رافض الكذب وبيعبر عن ده بالانفعالات اللي بتظهر علينا ساعتها. انا استفدت ايه؟ هو انا علشان اعرف مين اللي اكل الجبنة ولا الواد راح الدرس ولا لا هجيب جهاز كشف الكذب في البيت؟ هقول لك بيعملوها دلوقتي في الشركات عشان الناس اللي بتكذب في السيفيهات بتاعتها. بس احنا عشان غلابة خلينا نستعمل اللي ربنا اداهولنا، عينين وودان، ولو خدنا بالنا من شوية تفاصيل في الديتيلز هنعرف نفقس اللي قدامنا. اول حاجة هنلاحظها اذا كان متوتر ولا هادي. لو اتوتر ريقه هينشف وهيفضل كل شوية يتنحنح وممكن يبقى عايز يشرب مية. هيعرق وخصوصا في جبهته وهتلاقيه بيحك في مناخيره كتير. ضربات قلبه هتزيد وده هيخلي نفسه مش مظبوط وهيأثر على تقطيع الجمل بتاعته وهو بيتكلم. ركز في وشه، هتلاقي عينيه وراسه على طول بتروح ناحية اليمين. تابع حركة رموشه وعينيه، هتلاقيها بتتغير في الحتة اللي بيكذب فيها، يا هتزيد يا هتقل. وطول الوقت هتلاقيه مصدر لك ابتسامة سخيفة تخليك عايز تديله بالجزمة. وليه بقول لك سخيفة؟ ان الابتسامة اصلها مش الشفايف، الابتسامة اصلها العينين. هتلاقيه بيضم شفايفه وبيخبيها جوه بقه الحركة دي كتير وكأنه عايز يقولك انه مخبي حاجة. لو ركزت في بقى حركات جسمه هتلاقيه مش على بعضه، بيطقطق صوابعه، بيهز رجليه، بيعدل في لبسه، بيعدل في شعره، وممكن يخبي ايديه وهو بيكلمك، يا اما يحطها تحت الترابيزة او يحطها جوه جيبه. وكتير قوي هتلاقيه بيغطي شفايفه وهو بيتكلم. هل كل ده كفاية؟ هقولك لا، لأننا بنستعمل عينينا أكتر من ودنا. وكل اللي أنا قلته ده مش سر، وناس كتير هتلاقيها عارفاه وتقدر تتحكم فيه كمان. وده بيصعب المهمة أكتر. علشان كده محتاجين نستخدم ودنا أكتر من عينينا، لأنه لو عرف يتحكم في جسمه مش هيبقى سهل عليه إنه يتحكم في الكونتنت، يقول إيه ويقوله إزاي. تخليه محتاج إنه يحكي وركز في التفاصيل وتقطيع الجمل وترتيب الأحداث، وارجع اسأل تاني نفس الأسئلة بطريقة تانية وبترتيب مختلف. احكي من ورا لقدام. ولو عارف انت بتدور على ايه هتعرف تفقس الكذاب بسهولة. بس عموما هتلاقي الكذاب بياخد وقت أطول عشان يجاوب على أسئلتك، بيتكلم قليل وما بيدخلش في تفاصيل وبيبقى عايز يغير الموضوع بسرعة. وعلشان يقلل إحساسه بالذنب ما بينسبش التصرف أو الكلام لنفسه، تلاقيه بيقول إحنا أكتر من أنا، وهيفضل طول الوقت يأكد إنه بيقول الحقيقة. بكلمك بصراحة، صدقني ده اللي حصل، وحياة عيالي زي ما بقولك كده. كل ده بنشوفه في حياتنا كل يوم، وسجلوا التاريخ في مواقف كتيرة. حتشبسوت حلفت 100 يمين إن المسلات دي كلها بتاعتها، لدرجة إن من كتر حلفانها العلماء مش مصدقينها. نيكسون رئيس أمريكا في فضيحة ووتر جيت صحيح قدر يسيطر على البادي لانجوج بتاعته قدام الكاميرا بشكل كبير، بس فضل طول الوقت قافش في الترابيزه بايديه عشان التوتر بتاعه ما يبانش. حتى بيل كلينتون في فضيحه مونيكا جيت التصريح بتاعه كان من غير تفاصيل خالص، لدرجه انه ما قدرش يقول اسم مونيكا في التصريح وقال عليها الوليه دي. انت الوليه. خلينا اخيرا نقول ان لما حد بيفكرنا بالقيم والمبادئ والاخلاق كدبنا بيقل بشكل كبير. علشان كده بنحلف في المحكمه وبنحلف بعض، يمكن اللي قدامنا ضميره يصحى ويقول الحقيقة. وحياة الأخوة المرة دي مالكش حجة وما ينفعش تقول لي يعني أعمل إيه دلوقتي. بسيطة اهي. لو بعد ده كله مش عارف تفقس الكذاب وراكك اتهرت، حلفه ما تزهقناش. احلف. في بحر الغدر شط الندى مليان بقلوب ماليها الشر، والبر ماله امان. نيجي